السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. من اخر فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل القطايف الجميله دي. هنعملها من العجينه، هنعملها من الالف للياء، وهقول لك وهعمل لك طريقتين، وهقول لك على التريكات اللي هتطلع فيها انهي احسن فيهم. بس قبل ما نبدا كالعاده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش باللايك والشير عشان اقدر انزل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا بالمقادير. اول حاجه هعمل هنا كوبايه دقيق. الكوبايه اللي انا هستخدمها كوبايه ميه. كمان هحط عليها نص معلقه خميره، هحط عليها معلقه سكر صغيره، هحط عليها كمان نص معلقه بيكنج باودر، واحط عليها ذره ملح، واحط عليها اهم حاجه هحط ربع معلقه بيكنج صودا. اهم حاجه البيكنج صودا دي اللي بتتحط على الفلافل، دي هتلاقيها عند اي عطار، وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. انا حطيت هنا الدقيق، انا كنت نخليه الاول. هبدا اول حاجه احط اول كوبايه ميه، ممكن الميه تكون دافيه وممكن عادي من حنفيه. وبعد كده هبدا اقلبها. هي هتاخد مني يعني بصي بين كوبايه وربع. يعني في الربع كوبايه التانية انت هتبداي تحطي كده وتشوفي ملمس العجينه. طب انا اعرفها ازاي ان العجينه دي خلاص بقت عجينه القطايف وبقى جميله؟ هقول لك انا دلوقتي يا ست الكل تعرفيها ازاي. هبدا اقلبها كويس قوي. وبصي انا هعمل خط في النص هنا. انا عملت الخط، ما دام الخط ده ما جاش يعني ما راحوش على بعض، الخط الفرق في النص، خلاص عرفت ان العجينه بتاعتي بقت خلاص كويسه واقدر استخدمها. هبدا هنا اصفيها عشان ما يبقاش فيها اي تريكات، ممكن تضربيها في الخلاط بس الطريقه دي احسن يعني. بعد كده هغطيها بستريتش راب سيبها لمدة 25 دقيقة. انا ما بسيبش العجينة دي تخمر ياما، هو بس على ما الم اللي حواليا واسخن الطاسة. هحطها في اي حاجة كده ليها بوز، فنجان، ممكن عندك كوز مثلا هتحطيها فيه، شفشق كده هحطها في حاجة بوز. انا عندي هنا حاجة جرانيت او حاجة ما بتلزقش فيها. هبدأ كده انزل فيها اول ما احس ان هي سخنت خلاص. هبدأ انزل فيها القطايف بتاعتي. بصي شكلها عملت ازاي، ولا هدهن زيت ولا تدهني اي حاجة. هي مش هتاخد 5 دقايق على النار وهتبدأ لونها تطيب، وهتبدأ لونها كده لونها هيبقى جميل. هبدأ تاني احط تاني منها. دي الطريقة الاولانية اللي احنا عملناها. الطريقة الاولانية ناجحة وكويسة. بصي شكلها عامل ازاي وطعمها تحفة واحسن من اللي بره. هقولك على الطريقة التانية هي نفس المقادير، بس احنا هنعمل بس هنزود حاجة صغيرة. احط برضو كوباية الدقيق، واحط اهم حاجة احط معلقة كبيرة سميد، واحط برضو نص معلقة خميرة، واحط معاها نص معلقة بيكنج باودر وبيكنج صودا. اهم حاجة اللي انا هحطها دي، وذرة ملح. البيكنج صودا دي اهم حاجة، دي اللي بجد هتخلي الطريقة بتاعتك تنجح. وهنزل بكوبايه الميه، وهبدا الميه التانية ازود واحده واحده. طب انا دلوقتي لو لقيت العجينه معايا انا زودت ميه ياما ومش عارفه اعمل ايه، ولا تعملي حاجه. هنحط معلقه دقيق ونبدا نظبط العجينه مع بعضينا. يعني بصي جربيها وهتطلع معاكي ناجحه من اول مره. هبدا كده اقلبها كويس قوي لحد ما كده ميبقاش فيها تركات ولا اي حاجه ولا حاجات مكلكعه. وهبدا كده برضو اصفيها زي الخطوة الأولانية. وهسيب برضو عندك طاسة جرانيت أي حاجة ما بتلزقش، هسيبها على النار. أول ما أحس إن هي كده خلاص سخنت، هبدأ أنزل عليها الخليط. أغطيها وأسيبها برضو 25 دقيقة. وأهم حاجة وأنا بعمل يكون جنبي فوطة مطبخ، حاجة أطلع عليها القطايف وأغطيها عشان ما تنشفش. دي كده الطريقة التانية، ركزي معايا. بصي هطلع برضو ناجحة الطريقة التانية، وهوريكي لونها وشكلها. بصي لونها، انا مش بسيبها على النار ياما، هي كده كده لسه هتبدا هقليها تاني، فانا مش عايزاها تنشف على النار. اول ما تشم النار كده وتبدا الفقاعات بتاعتها تطلع وتبدا تخش في الاستوى كده، انا هطلعها. خلاص كده احنا عملناهم، وهوريهم لك كده كلهم، الطريقه الاولانيه والطريقه التانية. بصي بعد ما طلعت يا ست الكل،
الطريقه الاولانيه اللي هي لونها اغمق شويه، دي الطريقه التانية اللي لونها افتح شويه وتحس ان هي طريه. هي الطريقتين حلوه، بس الطريقه التانية احلى وانجح، ان احنا هنحط عليها معلقه دقيق سميد. دي هتحسي معاكي ان هي طريه، وهتحسي ان معاكي ان هي لا جميله جدا والعجينه هشه. دي بعد ما عملتها حشيتها وقفلتها كلها، كمان يعني مش هتفك منك في الزيت. هبدأ كده اقليها. طبعا هتحشيها عادي اللي انت عايزاه، المكسرات العاديه زي جوز هند وزبيب وسوداني زي ما انت عايزه. ما فتحتش ولا واحده هتفتح معاكي. انا كنت والله بشتريها من عند الراجل، كانت بتفتح معايا صراحه. بس بصي الطريقه دي، والشربات عندي تقيل. انا عملت الشربات معكم كذا مره، اللي هو كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه عصره ليمونه، بسيبهم على النار 10 دقايق واسيبهم. واهم حاجه لو عايزه تعملي شربات كويس تعمليه قبلها بيوم، او مثلا تعملي الوصفه تعملي قبلها بساعتين 3. هبدا كده ارصهم. بصي شكلها تحفه جدا، وطعمها والله انا ما اكلت قطايف احلى من دي. انا كنت بشتريها صراحه، ما كنتش بحبها. جميله جدا. وبصي طبق يعني يشرف اي حد. ما تنسونيش بقى باللايك والشير عشان اقدر انزل لكم كل جديد. عندي وصفات جديده وعندي وصفات حلوه قوي هنزلها لكم، وكمان هننزل طريقه الكحك قريب قوي. واللي اي حد عايز حاجه يكتب لي. ما ينسينيش باللايك والاشتراك والتعليقات، ودعوه حلوه من قلبكم عشان انا اقدر انجح واقدر انزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في رعايه الله.